السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عرفت ان بنتي تعبانة شوية، قلت اروح ازورها. الف سلام عليك يا حبيبتي. إيه اللي انتي حاسة بيه؟ سخنة وبتترعشي، وريني بقك كده. اللوز كمان ملتهبة. طيب احنا عايزين نعرف الحاجات دي بتحصل من ايه. اولا شرب المية الساقعة كتير، شرب الحاجات الساقعة كتير، لان الزور دوت او الحلق ده ما بيبقاش مستحمل كتر الحاجات الساقعة الكتير قوي دي. الجو حر، لكن احنا ممكن نشرب مية عادية علشان ما تضرناش، لان هي بتنشط الخلايا اللي هي فيها ميكروبات، وبتعمل لنا ممكن بعد كده تتحول لصديد، ونضطر بدل ما يبقى مضاد حيوي شرب او كبسولات، يبقى لازم في البداية على الاقل حتى حقن عشان ننزل الصديد ده. يبقى مين اللي عمل الامراض دي؟ احنا. لازم نخلي بالنا ان احنا نشرب مية عادية، ما نقعدش مثلا عرقانين ونقعد قدام المروحة، ما ناخدش دش سخن ونخرج قدام المروحة. حتى كمان لو احنا بناخد دش ساقع يعني بمية عادية، يعني من الحنفية عادية، برضو ما ينفعش ان احنا نروح نقف قدام المروحة. لازم نبعد بعيد، ننشف شعرنا، نبدأ ناخد كوباية مية بعد الحمام وجسمنا يهدى، وبعدين لو الجو حر ممكن نقعد بعيد عن المروحة شوية بحيث ان احنا ناخد هوا لطيف. خلاص. طبعا الحاجات دي كمان بتزيد قوي في ايام الشتاء. ايام الشتاء ليه؟ لان احنا بنبقى داخلين على المدارس، العيل او الطفل خارج من البيت سخن وجسمه دافي، ويخرج يستقبل الهواء الساقع. لو نقدر نلبس اولادنا ماسك عشان نداري الفتحات بتاعه الفم والانف يكون جميل قوي. لو ما نقدرش يا ريت نشربه حاجه ميه تكون هاديه من الحنفيه علشان جسمه يبدا يعادل. نفتح الشبابيك شويه علشان جسمه يعادل السخونيه اللي هي في جوه الشقه، عشان يبدا ياخد على هوا بره. نفتح الشبابيك، نهوي البيت قبل ما هو الطفل يخرج للمدرسه، علشان ما يحصلش ان هو جسمه يبقى يبرد وياخد برد. ويبدا اول حاجه بتدافع عن الجسم هي اللوز، لان هي طبعا اول اجسام دفاعيه. هي الليمف نود، عباره عن انها بتدافع عن الجسم بدايه من اول ما بيخش الميكروب، فطبعا طبيعي انها تلتهب. وكمان يا حبيبتي لازم نستعمل الفرشة لازم نستعملها علشان أسناننا نحافظ عليها، لأن لو بقنا مش نظيف ممكن برضه يجينا التهاب في الحلق، يجينا التهاب في اللثة أو في الشفايف، وممكن تعمل قرح، وده بيكون نتيجة إن إحنا ما بنغسلش سناننا. لازم نغسل سناننا ودايما ننظفها كويس، وممكن مرة أو مرتين في الأسبوع نغسلها بالبيكربونات. يبقى عشان نحرص على نفسنا نعمل كده. وهقولك على حكاية كمان حصلت. كان في واحدة كل شوية يجيلها التهاب في الحلق، تروح عاملة ايه؟ تروح واخدة شوية مية وملح وليمون وتمتغرغرة شوية كده وخلاص. طب روحي اكشفي. تقولك لا، هو طبعا الحاجات دي كويسة جدا ومفيدة، لكن لو الالتهاب شديد قوي وفي صديد لازم بناخد مضاد حيوي عشان نقتل الميكروب. مرة بدأت تشتكي من ايه؟ بدأت تشتكي من رجلها. راحت بقى كده لما بدأت تشتكي من رجلها، فطبعا في حاجة اسمها ميكروب سبحي، ودخلت بقى في اللي هي الحمى الروماتيزمية، وبدأت رجليها مش قادرة تمشي عليها. طب ما احنا كنا من الأول نعالج نفسنا من الأول، وأي حاجة تحصل لنا لازم نكشف ونعالج أول بأول عشان ما نخشش في مضاعفات، وتكون المضاعفات دي جامدة. يعني الحمى الروماتيزمية دي لو ما تعالجتش ممكن تأثر على القلب. الميكروب السبحي لو ما تعالجش كويس بيأثر على القلب. يبقى احنا خرجنا من موضوع ممكن يتحل بسهولة لموضوع أكثر تعقيدا وأكثر تأثير على الجسم. يبقى احنا لينا نستنى لكده؟ يبقى أول ما نشتكي من حاجة لازم على طول نعالجها، وفي نفس الوقت نعرف ايه السبب اللي عملها عشان نبعد عنه. طبعا في الشتاء نحرص ان احنا ما ناكلش حوادق خالص. اللي كل حوادق في الصيف كل، لكن احنا دلوقتي داخلين على الشتاء نحاول ان احنا ما ناكلش حوادق خالص، علشان الحاجات دي من ضمن الحاجات اللي بتعمل ضيق في الشعب الهوائية. يعني كتر الملح والحاجات الحادقة بتخلي الجسم من جوه في حاجات فيه تنتفخ وتورم، فيبقى الفتحة بتاعتها تضيق. بص تلاقي
عنده مثلا التهاب على صدره يزيد ويبقى مش عارف ياخد نفسه، وبالتالي هيبقى تعبان اكتر، ودي من الحاجات اللي بتزيد في الشتاء. فنحرص على نفسنا علشان ان شاء الله يعدي الشتاء على خير. وخلي بالك بقى، طبعا انا عارفه ان انت كنت بتاكلي ايس كريم كتير، فطبعا ده نتيجه الحاجات دي كلها، وخاصه بقى لما تاكليه مثلا يكون موجود عندكم في الثلاجه وتاكليه الصبح كده اهوت، يا خبر ابيض، انت كده بتاذي المعده وبتاذي حاجات كتير جدا. خلاص، تاني مرة ما نعملش كده. وخلي بالك، وألف سلام عليك يا حبيبتي، وإن شاء الله هكتب لك على العلاج، وإن شاء الله بالشفاء بإذن الله. سلام يا حبيبتي.